عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم العرض والطلب. قانون من اهم القوانين اللي محتاج تفهمها صح في البيزنس، لانك لو ما فهمتهاش نسبة البروفيت مع الوقت هتقل. قانون بيتحكم في الربحية بتاعة البيزنس واستمرارية البيزنس. قانون مهم جدا ان احنا نشوفه من كذا زاوية، فمهم جدا تلاقي الطريقة اللي تخلق بيها ان العرض يبقى اقل من الطلب، والا البيزنس مش هيستمر. فانت محتاج تخلق الطلب الكتير قوي 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 على عرض قليل قوي 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 قوي، وساعتها بس هتعرف تنفذ قانون العرض والطلب. ازاي تعمل طلب كتير قوي على عرض قليل قوي؟ محتاج تخلق الطلب الكتير على المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها، وعشان تقدر توصل لده بنجاح محتاج تقيس ده. واكتر نسبة لقيتها ان هي مناسبة لقانون العرض والطلب ان نسبة الطلب من العرض تبقى 1.5% فقط لا غير، وبالتالي الطلب هيبقى اكبر بكتير جدا من العرض. يعني لو انت عندك 10 تذاكر او عندك 10 منتجات او عندك 10 اماكن فقط، انت محتاج تقدمهم ل 660 شخص. لو قدرت توصل لل 660 شخص ساعتها ال10 اماكن دول هيتحجزوا في 10 دقايق بس. هي الفكرة في كده، انك العرض يبقى نسبة صغيرة جدا من الطلب، 66 ضعف الطلب اللي مطلوب.